الفتنه ما بين المغرب والجزائر شكون اللي كيديرها؟ شكون اللي كيسلح البوليزاريو؟ علاش الجزائر كتسلح البوليزاريو؟ كيقولوا لي واه هو تبون والعسكر الجزائري باغي يعاون الصحراوه لان الصحراويين مساكن ما عندهمش الدوله والمخزن دالهم الدوله ديالهم وكذا وكذا وداك الاغنيه ديالهم. نتوما كتقولوا لي بان الجيش الجزائري باغي يعطي الدوله للصحراوه، ولكن بالعكس، بان كتعطي السلاح البوليزاريو كيحاربوا المغرب، كاين المشاكل في المنطقه. شنو غادي يوقع من بعد؟ فرنسا غادي تجي غادي تدخل، اسبانيا غادي تجي غادي تدخل، اليهود غادي يجيو غادي يدخلوا، وداك الاستقرار وداك لانديبوندونس اللي انت كنتي كدور عليها لانك تسلح البوليزاريو غادي تولي لك بالعكس. كتولي لك فرنسا كما شفنا شنقريحه مشى لباري، كتولي لك فرنسا كتجي تحكم فيك بلادك، كتجيك اسرائيل تجي تحكم فيك في المغرب، اسبانيا كما اليوم اسبانيا جات للمغرب وقالت لك سبتهم ليا اسبانيوليه. اسبانيا كتستافد بداك الحرب اللي كيديروه العسكر الجزائريين، الحرب اللي كيديروه الشنقريحه وتبون ضد اخوانهم في المغرب، ضد اخوانهم المسلمين في المغرب. هذاك السلاح كتعطي البوليزاريو كيقتلوا بهم صحراوه اخرين مغاربه. كاين صحراوه مغاربه وفعلا كاين صحراوه في تندوف، ولكن الخير فين كاين؟ حنا في الاسلام كيعلمونا الخير، نتبعوا الخير، تبعوا مصالح الامه، مصالح للمسلمين. المصالح كان في الاستقرار. واش ما عمر ما كاين شي حدود ما بين الصحراء والمغرب في التاريخ؟ ما عمر ما كان شي حدود ما بين المغرب وما بين موريتانيا وما بين الجزائر. هاد الصحراء الغربيه ما عمرها ما كانت دوله. كيفاش نتوما بغيتوا تخلقوا المشاكل في الصحراء المغربيه؟ بغيتوا ديروا حدود، هو داك الحدود ما عمره ما كان. شكون اللي غادي يربح في التالي؟ غادي يربحوا الكور، اللي غادي يربح الدوله اللي كانت مستعمراك، اللي خرجت قتلت 1.5 مليون شهيد، هي ولات شنقريحه يمشي يبوسلم في الدم. ولينا حنا المغاربه كنبوسوا اليدين الصبنيول اليهود لان درتوا لنا المشاكل في الصحراء، لان ماشي الشعب، لي جينيرو، العسكر، الانظمه العسكريه. فعلا المخزن المغربي كاين مشاكل في المغرب، فعلا كاين مشاكل في الجزائر، ولكن داك المشاكل كيبقى بيناتنا. ما ندخلوش دوله اخرى تجي تحكم فينا والدوله اخرى تجي تدخل النفوذ ديالها ودير لنا الثروات ديالنا والاراضي ديالنا.